السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض عصير الليمون بالنعناع المركز اللي بنشربه في الكافيهات بمبالغ. هنعمله بطريقه بسيطه خالص، مش مكلف. جبت 3 حزب نعناع، قطفتهم وغسلتهم ونشفتهم، وجبت حله حطيت فيها 4 كوبايات سكر وكوبايتين ميه زي ما انتوا شايفين كده. بس في البدايه نحط لايك بقى للفيديو وكومنت حلو بتتفرجوا عليه من انهي بلد. بعد ما حطينا السكر والمية رفعناهم على النار وقلبناه لحد ما السكر بتاعنا يدوب خالص ويغلي لمدة 10 دقايق. تمام. لازم شربات بيعقد، يعني ما يعقدش قوي يعني. ونحط بقى النعناع ونسيبه يغلي غلوتين واسيبه لما يبرد ويهدى خالص، واخده بقى اضربه في الخلاط او الكبة بالشكل ده كده لحد كده. تمام. ابتدي بقى اصفيه كده بالمصفى كده زي الفل. تمام كده. عايزه اقول لكم الريحه تحفه بجد والله، ما تكلفش معايا اي حاجه. تمام كده. وابتدي برضو اصفيه تاني، وانتوا شايفين طبعا اللون مش هو اللون النعناع المركز، مش هو نفس اللون، فهضطر احط نقطتين لون مصرح بيه، لون اخضر. تمام. بيتباع في كل حته عند اي حد، العطار، اي سوبر ماركات الكبيره، اي او سوبر ماركت عادي بيتباع برضو. تمام. خلاص كده الشربات النعناع المركز جاهز معانا. لو لقيتيه خفيف بتسيبيه شويه، هو هيتقل معانا. تمام. نيجي بقى نعمل بقى الليمون بقى بالنعناع. في الاول كده قلت هحطه في ازازه، فطبعا طلعت الازازه كبيره عليه، فاضطريت ان انا افضيه في برطمان اصغر. المهم تحفظيه عندك في التلاجة، يعني ما بيحصلوش اي حاجة. وطبعا انتوا عارفين النعناع مفيد والليمون مفيد. تمام كده. نيجي بقى نعمل الليمون بالنعناع. هجيب بقى الليمون بتاعي، انا هعمل كوبايتين يبقى هاخد 3 ليمونات وقشرهم. عايزه تعمليه بالقشر مفيش اي مشكله، بس القشر يديكي مراره شويه. فانا هقشر الليمون وبعد كده هقسمه كده عشان اشيل كمان البذر عشان ما يبقاش فيه اي مراره. تمام كده زي الفل. مين بقى ناسي اللايك؟ اللايك يا جماعه، والله ما تعرفوش انا بتعب في الفيديوهات دي قد ايه. كل سنه وانتم طيبين يا رب. احط بقى الليمون. لاحظي ان الشربات النعناع المركز فيه سكر، فممكن ما تحطيش سكر مع الليمون، فاهماني؟ عايزه حسب الرغبه، عايزه تزودي بس شويه سكر صغيرين حطي زي ما انت عايزه. تمام. التحليه دي حسب الرغبه. عندك بقى التلج، هجرشه في كيس كده، واحط بقى شربات النعناع المركز. تمام. هحط 3 معالق صغيرين او معلقتين كفايه، واحط بقى التلج المجروش كده عليه. تمام. واحط بقى كده في الجنب شريحه ليمون كده، وانزل بقى بالليمون بتاعي اللي احنا ضربناه في الخلاط. الريحه بقى مش قادره اقول لكم تحفه، طعمه جميل جدا، احسن من اي كافيهات، وعملتيه في البيت بنظافه وبدون تكلفه. جربيه وقولي لي رايك ايه، واكتبي لي كومنت انت بتتفرجي عليا من انهي بلد. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. استنوني في فيديوهات تانية كتيره، واسيبكم في رعايه الله احلى واغلى متابعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.